عندك الحاسبه، لا تعلق عندك السيستم، لا يعلق عندك اي شيء. افتح الان نوت وافتح الوورد وابدي اشتغل، بعد ما عندي مشكله. فهسه انا ايش حروح على اقول له ان نوت. طبعا هنا الشاشه مالتي حقلبها، حروح على ستيل بريزنتنج، حروح على الوورد، حنروح من الوورد حنروح للان نوت. حياتك شير. مثل ما تلاحظون هذه الواجهه مالت الان نوت اللي انا اشتغل عليها. ملاحظه صغيرونه جدا مهمه سجلوها يمكم. طلابي يجون علي، هاي طبعا الاوفر مالتي من ادرس من الدراسات العليا، اقول لهم بابا هذا البرنامج عندكم مهم، تعالوا انا انصب لكم اياه وانا حاضر، واي مشكله تواجهكم تعالوا علي. فاعطيهم البرنامج نسخه مجانيه، اعطيهم اياه يجون ياخذوه من عندي يروحون، او انصب لهم اياه. انا بصراحه ما اشتغل بايدي، فبمجرد انه انا احضر لهم البرنامج اعطيهم اياه العفو، وهم تجيني هناك المشاكل. احد المشاكل اللي تواجهكم شنو هي؟ لازم تعرف حضرتك انه هذه باصدارات الان نوت، مثل ما الاوفيس باصدارات، فالان نوت باصدارات، فاكو لازم توافقيه بين البرنامجين. يعني مثال انا دا اشتغل 2016 الاد نوت اكس 7 ما يشتغل عندي، لا الاكس 9 ما يشتغل عندي انا. حتقول لي ليش؟ اقول لك الاكس 9 يشتغل على 2010، ولازم الويندوز مالتنا 2017 2007 ويندوز 7 2007 شنو ويندوز 7 سوري اوكي يعني. فلازم اكو توافقيه بين الويندوز والاوفيس والان نوت. شلون حتعرفوها؟ كل سهله، اخر اصدار واخر اصدار ما عندنا اي مشكله. يعني اخر اصدار من الاوفيس 2019 هسه حاليا، انا اروح على جوجل على الانترنت اقول له الان نوت، ما اقول له اخر اصدار بس الان نوت. حتلاحظون انه الان نوت يطلع لكم هوايه. انا بالنسبه لي اروح على الشير شبكتي على ايرثلينك اشتغل، فاروح على شبكتي انزل من هناك البرامج بصراحه، فالقيه هناك هو الكراك مالته، وانزل اخر اصدار. هم يعطيني الاحدث، فالاحدث ينطيني من فوق وانزل لي جوا. فعليكم هنا انه بعد ثاني اد نوت 20، هذا الاد نوت 20 اللي تشوفون هنا اللي فوق هذا اسمه الاصدار مالته. انا الاوفيس مالتي 16، فهذا يتوافق ويا الاوفيس مالتي، ما يساوي لي مشاكل. المشاكل شنو اللي اقصد بيها؟ مثلا مو بسهوله انه انا اغير النمط بسهوله، الابديتد ما يتحدث بسرعه للمصادر مالتي، يعني من الاشكالات. بس كان نوت يشتغل هو، انزل بيه مصادر، ما عندي اي اشكال. تمام. نتعرف عليه على الواجهه مالته. طبعا هنا الفايل اجي اخذ هنا النيو. هذا اللي قدامكم هو النيو، هذا مو المكتبه مالتي بصراحه. افتح مكتبه جديده. مكتبه شنو؟ ضعوا هنا هسه اوبن لايبراري. شنو اللايبراري؟ هي الان نوت اصلا مكتبه من المصادر، مجموعه هو يجمع لك اياهن كليتهن. نصيحه جديده، اني اريد اشتغل بيبر، اريد اشتغل اطروحه، انا طالب دراسات عليا، انا مشرف. فالمشرف والطالب والباحث عنده اكثر من بيبر، عنده اكثر من كتاب، عنده اكثر من اطروحه. فشلون هاي حصير هوسه يعني الف مصدر يوصل لي تقريبا بمكتبه واحده؟ لا، التنظيم كلش حلو. لازم اني اجي اشتغل على البيبر رقم 1. شو اسمه؟ اسميه كروميوم دايوكسايد. الكروميوم دايوكسايد اسميه لايبراري نيو، راح اسميها نيو. هنا انا ما قاعد تطلع عندكم بين دباوع اني بالموبايل مالتي. اوكي، فاسمي المكتبه مالتي باسمها كروميوم دايوكسايد. وين اخذنا بالفولدر اللي اني خالي البحث مالتي بيه. اسميه اطروحتي الفلانيه او اطروحتي ماي ثيسز. زين، وين؟ بالمجلد اللي اني خال بيه الاطروحه مالتي. اسميه البحث الثاني وات. كل مكتبه بيها مجموعه مصادر. ايش قد يوصل عدد المصادر؟ وات 25 85 100. ايش قد هو مثلا الاطروحه يختلف عن البحث مثل ما تعرفون حضراتكم. فاني هاي البيبرات خاصه بهذا البحث، غير بحث ما يحتاج هاي المصادر، غير مصادر اصلا جديده.
فانا شو اقدر اشبك روحي انزل هذا هو شو اسم البحث وين شو يصير هوس علي. فانا اجزئهن حتى انا دماغي يصفى وعمليه الاستخدام تصير سهله عندي وواضحه. يجب ملاحظه الاولى انه اني اسوي لايبرري لكل شيء. زين بعد اني هسه مثلا خلينا نقول زميلي علي اللي حاضر ويانا، اقول له علي انت قاعد تشتغل نفس البروجكت مالتي نفس الفيلد، انت قاعد تشتغل على الكروميوم دايوكسيد وانا ممكن تمرر لي المكتبه مالتك مالت المصادر؟ يقول لي بعيني. فيدز لي الفايل صغيروني دز لي اياه الي وانا هاي المصادر كلها تنزل عندي بكل سهوله. يعني انا وياكم نقدر نتداول المكتبه مالت المصادر بكل سهوله. فشغله كلش حلوه هاندي احنا نسميها، ونقدر نخدم بها زملائنا ونقدر نساعد بها. تمام؟ لذلك احنا نسوي مكاتب مكتبات صغيره صغيره. فانا من اعطي مكتبه صغيره مال البحث الفلاني ما منطي 1000 مصدر اللي انا تعبان بيهن ومثلا خلينا نقول خاصات او لا، هذا المكتبه الخاصه بالبحث انا اقدر انطيها ما عندي مشكله. زين؟ يابا دكتور فلان المصادر مال الاطروحه الطالب الفلاني مالتك تقدر تمرر لي اياها؟ اي بعيني. هاي المصادر مالت الطالب الاطروحه الفلانيه يقدر يستفاد منها بكل سهوله. طبعا اوبن ريسنت هي هنا المصادر اللي انا كنت استخدمها هنا اخر شيء. كلوز لايبرري سيف اي كوبي شير امبورت. هذا الامبورت كلهم كلش حلوين. نقدر يعني راسنا نجيب مصادر كامله عن طريق فايل او فولدر ما عندي مشكله. طبعا هنا الاديت الكوبي اندو هنا كنترول زد اذا سويت فد شيء وتريدون تراجعون عنه بالاندو عادي كات كوبي بيست المصادر ما عندي مشكله. الخط اللي انت تستخدمه شنو المميزات ما تقدر هنا تفعلهن. حجم الخط طبعا شيء اكيد. الستايل اي واحد طبعا هو البولد والايتاليك احنا اللي نقصد عليه والبريفرنسز. هذه القائمه مثلا النيو ريفرنس هي موجوده الزائد هي نفس النيو ريفرنس. فتريدوه هنا موجود كنترول ان، لا تريدوه هنا ما عندكم فد شيء. اديت ريفرنس هم نشوفه ان شاء الله نشتغل عليه. ويب اوف ساينس هنا موجود عندنا نقدر راسا نروح على الويب اوف ساينس ناخذ من عنده. الجروبات هي ماي جروب تلاحظوها هنا موجوده بالباك جراوند هي نفسها هنا هم نفس الفكره مالتنا انه انا اقدر اقسم شغلي. انا اسوي لايبراري كبيره عملاقه واقدر اخلي بيها سكشنز. زين جروبات انا ما استخدمها ولا احب استخدمها. انا اسوي راسا لايبراري جديده واخلص من عندها تصير احلى لي واسهل واعرف راسي من رجلي. انا ما عندنا في الشيء بيها. اوكي about هذا الاصدار مالتنا احنا اللي قاعد اشتغل عليه اني تشوفوا. هو هذا طبعا هو تابع شركه كلاريفيت. احلى ما بالموضوع مدعوم وحساب بي فشغله كلش حلوه انا اشوفها ولايسنس وهاي السوالف. نبلش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اريد اني هسه اضيف اني هسه شو اسوي اني حتى ابدي اشتغل. ويل اني بالنسبه لي كحيدر هسه اشوفكم شغله صغيره. خليني اروح على الانترنت ثواني. اسمع علقت عندي. نسوي شير stop presenting. شير بطلع الشير لحد الان يمكن هي طلع. اوكي انا بالنسبه لي كباحث
شلون اشتغل؟ شلون اريد اضيف ريفرنس؟ كريستيانو يطلع من مانشستر يونايتد ولي الله. اول شيء انا اسوي عليه البحث مالتي، انا اريد ابحث عن الكروميوم دايوكسيد، خلينا نقول كروميوم دايوكسيد. طبعا مثل ما تعرفون حضراتكم الديت تقدرون تتحكمون به. تطلع الديت، هذا الديت. أنا بالنسبة لي من أريد أضيف مصدر هاي الفيكة مالتي وأعلمها الزملاء الطلابي. إحنا بالمجلات نريد آخر 5 سنوات، أنا أقول متى من آخر 5 سنوات؟ آخر 5 سنوات ضعيفة، آخر سنتين. فأقول له كوستوم رينج من وإلى من 20 من 2020 لحد هذه ابلاي. يطلع لي شكوى عندي بحوث موجوده، يطلع لي اياها. خلينا نقول هذا كليك من اوبن نيو تاب، اروح عليه لقيت هنا هذا المصدر عجبني، فلنفرض انا هذا المصدر اللي اريده. اوكي عيني. لحد الان دي يحاولون يدخلون على الميتنج. هنا ايش عندي مشكله بس صغيرونه. الموقع من واحد لواحد يختلف. يعني الثانيه اكو بالمجلات يخلي لي السايتيشن هنا اللي فوق كايكون، هسه نشوف هسه اكثر من موقع ان شاء الله نطبله. دائما انتبهوا انه هذا البيبر المجلات العالميه تنطيني ملف صغيروني كلش، كم كيلو بايت وزنه، ينطيني السايتيشن مالته لهذا البيبر. فوين القاهن؟ الموقع مالتهن شوي هي هاي بس الازعاج بالنسبه لي انا اشوفه. تعال ادور وين هذا، وين القيه. اذا البحث قديم او مجله ما ادري شلون، ما يجوز ما يطلبكم تكتبوها باي هاند، بس اهم ما نشوف شلون نكتبها باي هاند. داونلود سايتيشن، وين تجي اكثر شيء؟ تجي بالتولز داونلود سايتيشن. نكليك، خلينا نسوي نكليك عليها. والله ايش حيطلع لي؟ هاي نقول عليها احنا. شوفوا هنا الفورمات الار اي اس اللي احنا ناخذهن، والله خلينا شويه قبل الاند نوت اللي احنا قاعد نشتغل عليه، البايب تكست برنامج ثاني، ميدلرز، الريف ووركس. هذا طبعا الريف ووركس يشتغل ويا ويا من؟ نسيت زهايمر. اتذكر لكم اياه البرنامج. فكل واحد له برنامجه الخاص. انا كحيدر اخذ الار اي اس. طبعا هاي شو تريد انت من الانكلود؟ بس السايتيشن فور ذيس ارتكل، الريفرنس سايت ان ذيس ارتكل، كل المصادر تريدهن، كل المصادر والسايتيشن مال هذا. انا كحيدر اخذ بس هذا. نوبات شو يخلي لك؟ يقول لك الابستراكت مثلا تريد البي دي اف وياه، حسب نوع المجله بصراحه. فاحنا ليش نختصر الموضوع؟ فاقول له داونلود ارتكل سايتيشن داتا. اوكي داونلود. حيقول لي هنا، اقول ما حقول له اوبن فايل، سي مور، يلا حقول له اوبن فايل نفس الشيء. طبعا اعطاني اي ان يعني الان نوت باعه. اقول له اوبن فايل او الفولدر مالتي هنا حفتحه. وين موجود؟ حياته. دبل كليك، بمجرد ما اسوي له دبل كليك شوف اللي حيصير شنو هو. هنسوي شير نوت الاخر. شوفوا اللي صار شنو هو. بس اخلي الشاشه طلعت عندكم. شوفوا اوتوماتيكلي نزل، اوتوماتيكليا نزل.
بلا ما اتعب بلا ما اسوي كل شيء، وهذا باعه هنا على الصفحه، هذا هو المصدر مالتكم. ينكتب بالاسلوب اللي هو اللي هو اني خاله الستايل مالته اللي اني خاله. كل المصدر اجى كامل. شو نسوي هسه احنا؟ لا انا شويه اكو بيه خطا مثلا، او ستايل مالته خطا، اقول له اديت. اللي هنا نجي احنا نقول احنا الاديتنج مالتي، الرفرنس مالتي، اي شيء ادى اغير بيه. طبعا مو تشيتنج نسوي احنا، قصدنا اكو خطا نوباتي يصير، او نوباتي يخلي لك حرف زايد هنا، او فد ستايل هو مالت المجله، زين عيني، يخلي، او تريد تضيف معلومه ثانيه لربما اليو ار ال مثلا تريد تخليه وات ايفر، الاي اس بي ان دي او اي، نوبات نخلي احنا لان اكو مجلات يريدون دي او اي، طبعا ياخذ من هناك ويسوي له كوبي بيست. تمام. فاديتنج اقدر اسوي له. بي دي اف مالكم طبعا بي دي اف، اذا اريد اضيف للبي دي اف مالته هميناتين اقدر اضيفه. اوكي. هسه ايش فين الفكره؟ هسه اريد اني هذا اريد اخليه ريفرنس. نسوي ثواني اخليكم ريفرنس. كوبي بالوورد، خلينا نقص. ايش حنسوي هنا أنا؟ اكو صوت؟ لا انا لا، اكو رساله وصلتني هسه يقول يسالون اكو صوت؟ لا ماكو صوت. قاعد تسمعوني اخوتي الاعزاء زملائي؟ نعم دكتور، نعم سمعك. إيه الحمد لله واضح. الحمد لله شكرا. انا هسه بديت اكتب هسه اني chromium dioxide is a ferromagnetic metallic oxide that lies in data storage applications. طبعا انا عندي بحث عليه، اشتغلت ببريطانيا. فاللي هنا انا اريد اني اسوي insert citation. طبعا باعوه بالمناسبه، بما انه انا وصلت لهنا، هذا الستايل مال هارفارد. الهارفارد ما حد ما ياخذ الا القليل، القله القليله الستايل مالته. هسه اشوف لكم اياه. فهسه انا اشتغل على ستايل هارفارد. كل مجله تنشرون بها حضراتكم في من عندكم ستايل. باع اللي حيصير شنو؟ انا راح اتعلم النوتس، اقول له انسرت. شو اللي صار؟ شنو هذا ستايل هارفارد؟ شفتوا شلون شكله يصير؟ يكتب لك الاسم واي تي اي ال والسنه مالته ويسكت، وهنا بدون بدون ارقام. طبعا اللي حيصير شنو؟ انا ما حاخذ ستايل هارفارد، اخذ ستايل اي تربل اي. يعجبني اي تربل اي. كليك واحده بس، كليك واحده صار رقم واحد بين قوسين، وهنا صار رقم واحد والسطر. طبعا هنا ليش هنا خلاه؟ لان هو يختار اخر سطر. وين اخر سطر؟ انا اخر سطر كان عندي هو هذا، يحشر لي اياه هنا. مثلا انا لو اخر سطر مالتي اللي جوا هنا مثلا، يخلي لي اياه هنا الريفرنس مالتي. فهو متعلم انه او يعرف او مبرمج الى انه الريفرنسنج تصير بالاخير، اخر شيء يصير. هو فعلا هي اخر شيء. اكتب هنا بس ريفرنس واسكت. انتهى الموضوع، صار عندي الريفرنس مالتي. اوكي ايش قد نايس. بس هنا الحاله مالته ما انتهت. هلا اروح اضيف لي مصدر ثاني. خليني اسوي لكم شير مالت اللغه. شير. لا سوري، اسف سوري، اسف. شير. هسه احنا وين رحنا؟ رحنا على جوجل مالت اللغه، نزلت مصدر واحد. عرفت شلون نزلت المصدر؟ اروح على مصدر هذا، انا اسميه كيف يمين يمين تشينج. هسه هنا هذا ما كان عجبني. 2022 البيبر مالته. طبعا ذاك بالمناسبه كان 2019 مو 2022. نزل لك سوالف عندهم. فاروح وين؟ اروح على التولز. عافيه. داونلود سايتيشن. ممتاز.
فنزل عندي الداونلود سايتيشن، حنزل لي جوا همين حاخذ الار اي اس مالته، اقول له داونلود، حينزل لي هنا، حقول له اوبن فايل. طبعا من حقول له اوبن فايل حيروح على الان نوت ويفتح لي هناك بالان نوت. اوكي اياته جاي، اياته سوي شير. bear with me، اسوي شيرات هوايه. شوف هنا نزل البحث مالتي اللي هو 2022، تمام، نفس التفاصيل اللي هنا عندي. هاي تتفعل هنا، ادوس هاي كليك الهاي تحشر لي السايتيشن بالوورد. هي هاي النقطه اللي انا اقدر اضيف بها المصدر بالوورد من هنا، انا اقدر اضيفها. اوكي عيني، فانا حدوس هذه، خلي اروح على الوورد، اوقف هناك بالاخير، حدوس هذه، شوفوا انسرت، هسه راسا تحولت للوورد اوتوماتيكلي. خلي اشوفكم هم ستوب شورينج، شير على الوورد، مايكروسوفت وورد، شو صار عندنا. هاي المتعه مالتي هنا حتصير بصراحه. باعوا هنا صار رقم 2، اجانا رقم 2، اكو اشكال لحد الان؟ روعه، مو تمام؟ شوفوا اللي حيصير شنو. طبعا هنا البرنامج، شوف هنا يتظلل الرقم، هنا يتظلل وكانه بيرابط، تمام؟ انا غيرت رايي، الان هاي الجمله تصير اللي فوق وهاي تصير اللي جوا. زين، مو هذا رقم 1 وهذا رقم 2، هاي شلون؟ بالله خليني اجرب. خليت هاي هنا وخليت هنا، شفتوا اللي صار شنو ولا ما شفتوا؟ من يعرف شنو اللي صار؟ اعتقد حتى المصدر تغير، يعني من 1 إلى 2 تغير تلقائيا، ترقيمه تغير وتسلسله هنا تغير والدنيا كلها تغيرت، وانا كل شيء ما سويت. في حين انت قبل من كنت تكتب المصدر مالتك يدويا، نايت مير، رعب، يعني فشيء مقلق، فشيء جدا مزعج. والاحلى من عندها بعد، هاي طبعا انت وين تلقيها؟ هاي بايش تفيدك؟ تفيدك بال طبعا اخواني زملائي الاعزاء، الرابط مالت الحضور نزل اتوقع، بس يمكن مو هسه التسجيل مالته. وين تفيدك هاي؟ من كاتب اطروحه عندك 100 مصدر، من كاتب بيبر عندك 35 مصدر، 40 مصدر، ونسيت شيء، تريد تحشر بس مصدر بالجمله، معادله رياضيه جتك بالنص، او فد شيء مثلا، او رسم، وتعالي سولف لي شلون حترتبهم. هذا هنا انتهت. واحلى من عندها هاي اي تربل اي، لا والله ما عجبتني، اريد تشاينيز فيزكس بي، يرفع لك اياه اللي فوق. شوف الستايل مالته شلون متعه، هذه متعه، انا اشوفها فد راحه بال، فد ستايل كلش راقي. انا تفيدني الي، تفيد الباحثين، تفيدنا كليتنا. هسه خليني اسوي ستوب شيرنج اجين، خليني اشوفكم شغله اللوحه حلوه. ستوب بريزنتنج، بريزنت اي ويندو، and not ولا and not. اخوتي الاعزاء، ايش قلنا قبل شويه؟ قلت اسالني مصدر سيئه المصادر قام الدوكيومنتس. هاي هنا عندي هذا المصدر وهذا المصدر، طبعا 2009 2022. تقدر تصفطها على الاوثر، تقدر تصفطها على السنه، على الليست، على التايتل، شنو اللي يعجبكم؟ هذه كل الموجودات عندك، ما عندك فيه المشكله، تمام؟ عملنا تسحب السهم اللي جوا واي شيء، حتى المجله وات ايفر. زين عيني، تقدرون تتحكمون بها بكل سهوله. اللي عندي شنو بعد اضيف لكم اياه؟ انا اريد اضيف مصدر يدوي، لقيت لي مصدر حلو وقديم ومهم وبالاطروحه مالتي او بالبحث مالتي لازم ينزل. دورت، لقيت، ادورت، ردت، عالجت انه اني القي هذا البحث، الملف مالت الار اي اس. الدكتور حيدر قال لي علي تلقيه، ما لقيته. اكو شيء، اكو شيء مصدر مهم، او لقيت لك انت بي دي اف والمعلومات كلها كامله بي، بس الموقع مالته ماكو. زين شو نسوي؟ نبطل؟ لا ما نبطل. هذا الزائد مالتي. يابا شو تريده عيني؟ هذا تريده
داتابيس مثلا، تريده جورنال، تريده ثيسز، هي ثيسز، تريده ريبورت، سيريال، شنو تريده؟ ويب بيج. احنا عندنا نوبات مواقع عندي، فحتى البيج همتين يعطيك المعلومات ويسوي لك اياها ريفرنسنج. لا تدوخ انت حبيبي، ما عندك اي مشكله. شو تريد؟ فاني احوفه على الجورنال ارتكل. الاوثر من هو؟ طبعا انا شويه معتز باسمي حيل، حيدر جواد، سوري محمد. الير 2022. تايتل I love you. اوكي. الجورنال نيتشر. ايوه نيتشر تنشر لي بحث I love you. الفاليوم 22. سبلمنت ما نبي. الايشيو مالتي 3 وات ايفر. البيجز 9. ستارت بيج 243. زين. الديت، الاي اس ان، الادري من كلهن انا اضيفهم مانيوالي، لاني كلهن انا اخليهم بايدي. ها هي سيف ابن خالتي. اقول سيف، قلت له اخزن سيف، اسده، اياته اجاني حيدر جواد محمد 2022. اي لاف يو. اي مصدر، اي شيء اقدر اضيفه بسهوله، اقدر اعدل عليه. طبعا فانكوفر هنا حيخلي الستايل مالته فانكوفر. اكو مجلات طبعا تستخدم هذا الفانكوفر. ملاحظه صغيره وانا كلش قبل لا انسى، لان انا نوبات تجيني المعلومه باللحظه. اخوتي الاعزاء، تشوفون ذني الستايلات من تنصبوا البرنامج الله يرضى عليكم. اكو اوبشن تنزل اللايبراري مالت الستايلات. ما اعرف كم مصدر، يعني عدد مهول بصراحه. كلش هواي مصادر، يعني قصدي العفو ستايلات، اسف. هواي ستايلات موجوده. ما تريد شوف الستايلات اللي موجوده عندكم، لان كلها ستايلات. يعني اي ستايل، اي مجله بالعالم تريد ستايل تختاره من هنا كليك واحده. طبعا هنا مصفط الكيان الحلو بيهن على الحروف الابجديه، والاحلى من عندها شوفوا هاي ساينس، هاي ميديسن، يعني معطيك التخصص، وهاي بزنس. فحتى لو انت متوهم، حتى لو انت مثلا تعرف الاسم الشابه او فد شيء، لا تخاف. يعني هو ده يقول لك هنا ترى هو هذا الستايل مالته، ماشي يعني. فهذني زملائي الاعزاء، الستايلات ذني نزلا ويا التنصيب. هو من تنصب البرنامج تنتبه لي على ذني وتقول له داونلود، تخليه تك. اكو تك صغير لازم تستخدمه للتنصيب للستايلات مالتكم، فلازم تنزله. فحتى من تنصب البرنامج ذني كلها جاهزات قدامك، ما تروح مرسل لخه وتجيب والداونلود ما اعرف شلون يصير بعدين الهوسه مالتها. هي 7276 ستايل. 7276 ستايل، رقم مهول، يعني ماكو رقم. فاي ستايل اللي يعجبكم صراحه، اي مجله تنشرون بيها يقول لك انا اريد، اقول له اي مو مشكله، انا عندي الان نوت، ولا ادوخ روحي ولا اتعب نفسي، وما عندي اي مشكله. اوكي يعني. طبعا انا بدي امسح هذا المصدر، كليك يمنه، موف ريفرنس تو ترش، كنترول دي. ايش حيصير؟ راح هنا سله المهملات، هياتها موجوده بسله المهملات. اوكي. ما اعرف من جانا على الخطار هاي اللحظه. الباب ميد هاي فشي كلش حلو. طبعا هنا هذا الباب ميد هذا موقع، بس لحظه والله. باب ميد خلينا نشوف باب ميد. كول.
حشوفكم شغله حلوه سهم مالتي. خليني اسوي لكم ستوب شيرنج، شير اجين اي ويندو. حياتك ايش تشوفون هنا؟ ها شنو مايكروسوفت ايدج؟ مو هنا. ثانك يو. طبعا هنا يسالون زملائي الاعزاء بالنسبه للاقتباس، الاقتباس الحراري. انا بتصنف الاقتباس اللغوي. اخوتي الاعزاء، اني احد اعضاء لجنه شو يصلحونها بالترمت التدقيق اللغوي، يعني الاقتباس مالت الاطروحه مالت البيبر. ف عندي مشكله، احنا عندنا مشكله هنا. الكوبي بيست، الاستلال، احسنت الاستغلال اللغوي، شكرا جزيلا. الاستلال احنا ناخذه بالترنت ان. الترنت ان بي مشكله انه لازم انا اخلي له نسبه. النسبه شنو اقصد بها؟ 1%، 2%، 3%، او اخلي ووردز 10 كلمات، 15 كلمه وات ايفر. طبعا بما انه اني ادمن فانا اللي اتحكم. طبعا هي ماكو قوانين مع الاسف تحد. يعني مثلا خلينا نقول الجامعه المستنصريه تختلف عن جامعه بغداد، تختلف عن جامعه البصره بهذه النسبه. يعني لربما اذا انا اخلي 3% فلتر يتعبر لي هوايه نصوص، اذا اخلي 1% لا، نسبه تطفر لل 50. الفكره وين؟ انه الترنت ان يتحسس الكلمات، الصياغه مالتها. يعني بمجرد ما يعرف انه الجمله تغيرت كلمه واحده بيها، غيرت مثلا الجو خليتها وينت مثلا، غيرت الزمن مالتها، يعرفها يشيل الوينت، يقول والباقيات يسويهن مظلله، يقول لك هذا من فلان مصدر، انتهى الموضوع. فالاقتباس هنا عندكم مشكله به، لازم اني افهم. يعني نصيحتي من الاخير لازم افهم الجمله. يعني شلون هسه انا اسولف لكم اياها يابا هسه دكتور حيدر ايش قال لكم؟ قالنا هيك وهيك وهيك، من اجي اسالكم انتم 100 واحد، كل واحد يسولف لي على اللي هو افتهمه. هو هذا ايش يصيح ولا تغيير النص. انت شو افتهمت من حيدر؟ تكتب لي اياه. هو نفس الموضوع. فاحنا شو نسوي؟ انا شو اسوي؟ شو اقول لهم الطلاب؟ اقول له اقرا افهمه، عوف الجمله بعد بالانجليزي واكتبها بالانجليزي، لا تترجمها عربي وتحولها من العربي للانجليزي، يعني شوي حصير هوسه عليك. من الانجليزي للانجليزي، فكر نفس تفكير الجمله وافهمها واكتبها. اي استلال وخذوها حشايه من اخوكم حيدر ما تطلع لكم. انا هيك اسوي، يعني الاستلال يطلع عندي صفر، تخيلوا 1%، 2%. زين؟ فالشيء كلش بسيط يطلع، كلش بسيط. ليش؟ لان انا دا اكتب بايدي. فتعبر على الترنت، مو تعبر يعني، هو ما يعني خلاص، يعني يعرف انه هذا مو كوبي بيست، يفتهمها. فاخر شيء انه لازم تكتبون بايديكم، يعني نصيحتي لكم. موقع جدا راقي لكم بالرفرنسنج ويا الاند نوت، اسمه الباب ميد. الباب ميد هذا اذا تعرفون تريدون تكتبوه. فتحنا هنا كليك عليه. زين؟ اجي اكتب اي واحد، اي شيء، اي معلومه ادورها، تجيكم مصدر. بمجرد ما اقول له مثلا هذا، والله هذا خليني اشوف سينتو سايتيشن مانجر، كريت فايل، نزل لي اياه 3 سنة. اوكي؟ اياه جاب لي بكليك وحده. يعني جد اريد اني انزل 50 مصدر، ما قاعد تطلع لكم هاي الشاشه هنا مالتي، مو شير لي صحيح. يلا هنا تشوفوا هذني. بس ايش قد سلكت 3 نزل لي 3. 50 مصدر، 50 مصدر ينزل لي. ماكو داعي اروح واباوع واشوف. لا هاي 2022، هاي 2021، 2021، لان كلهم يشتغلون عندي على الموضوع اللي انا اريده. تلاحظون شنو؟ فبمجرد ما اسوي له سيلكت اي شيء، سين تو، تطلعون سين تو سايتيشن مانجر، اقول لك كرييت فايل، سيلكت 4. بمجرد ما ادوس اياه خلاص حينزل لي اياها. بس نزل اياتها كل اسم، انتهى الموضوع.
هذا الموقع انا اشوفه راقي لكم، كل سهل بالتعامل، هاندي، احنا نسميه هاندي، يعني ما تتعبون به هوايه. نصيحتي لكم تستخدموه، نصيحتي لكم تستخدموه. طبعا هو هذا يتوافق ويا مندلي، العفو، ويا كل المصادر يتوافق. اي شيء تريدوه تكتبوه هنا وتنزلوا اي شيء اللي يعجبكم. طبعا هنا محددين السنه، شوفوها 21 و22 هي المسلكات، وش تريد انت وياه. الابستراكت فول تكست، زين، فري طبعا، فول تكست، شو تريد هنا تقدر تسوي له سلكت وفلتر، يعني كانه هو فلتر. قبل سنه، قبل 5 سنوات، قبل 10 سنوات، رينج، كوستوم رينج، اي شيء اللي تحتاجون. هذا بالنسبه لكم كبدايه، كمبتدئين، كتريد هسه يعني تريد تمشي امورك بسهوله وما تضوج بسرعه، خلينا نقول هذا الموقع تستخدمه. نصيحتي لكم. صارت بالتسعة بالنسبه لنا، الوقت مالتنا يعمل الرابط، يعمل بالتسعة، يعني بعد دقيقتين هو يشتغل الرابط. يلا تدوسون الرابط وتدخلون الباسورد، الرقم اللي موجود به، حتى تسجلون الحضور مالتكم. انا اشكر حسن استماعكم الي، اتمنى احنا استفادينا اليوم من شيء حلو مفيد، انا استخدمه بالنسبه لي، طلابي يستخدموه. ما اعرف اذا عندكم مداخله، سؤال، استفسار، انا بخدمتكم خلال دقيقتين اذا عندكم.